أهلا بيكم. النهاردة بنلقي نظرة عميقة على مصدر مهم جدا لفهم مصر، وهو كتاب الدكتور جمال حمدان، شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان. الكتاب ده فعلا علامة. بالظبط. الكتاب بيحاول يفسر إزاي الجغرافيا والتاريخ شكلوا الشخصية المصرية دي اللي نعرفها. هو الهدف إنه يستكشف الأفكار الأساسية اللي طرحها حمدان، يعني عن العوامل دي. ويمكن أول سؤال يجي في بالنا هو إيه أصلا مكان يكون له عبقرية؟ إزاي ده ممكن يأثر في شعب وتاريخ كامل؟ بصي، هو مفهوم عبقرية المكان عند حمدان ده أعمق من مجرد جغرافيا. إزاي؟ يعني هو شايف إن المكان له زي روح كده، له خصائص بتأثر في الناس وفي تاريخهم، زي بصمة الصباع. الجغرافيا عنده مش بس جبال وأنهار، لأ، دي عامل حي بيتفاعل وبيشكل الشخصية المصرية دي. جميل. طيب كتير بنسمع إن مصر أرض التناقضات، يعني تلاقي القديم قوي جنب الجديد قوي. حمدان إيه رأيه في النقطة دي؟ هو ده سؤال مهم. حمدان ما بينكرش التناقضات دي خالص، بس هو يعني كان شايف إن تحت السطح ده في وحدة قوية جدا ومترابطة. وحدة زي إيه؟ يعني في تجانس كبير نسبيا بين المصريين، طبعا مع وجود فروق بين بحري وقبلي، بس بشكل عام التجانس ده واضح. وفي كمان فكرة الاستمرارية دي اللي هو سماها البرسيستنس. دي يمكن أهم فكرة عنده، إن في جوهر مصري كده صامد مستمر بشكل يعني مدهش عبر آلاف السنين. مش بس صامد، ده بيمتص كمان. بالظبط، دي النقطة الأهم. قدرة مصر زي ما حمدان بيشوفها إنها تعمل مصرنة لأي تأثير خارجي، بتمتصه وتهضمه وتخليه جزء من نسيجها الخاص. زي البوتيقة كده. تماماً، زي البوتيقة المصرية دي، بيفضل الجوهر واحد ومستمر. حصل ده مع اليونانيين، الرومان، ومع الفتح العربي الإسلامي. نروح بقى للنيل، دوره إيه في تحليل حمدان؟ أكيد محوري. طبعاً، هو بيربط بين طبيعة النيل نفسه وبين نظام الحكم في مصر. إزاي الربط ده؟ هو شايف إن التحكم في مياه النيل وتنظيم الري الدقيق ده تاريخياً يعني كان لازم له سلطة مركزية قوية جداً تقدر تدير الموضوع ده بكفاءة. يعني زي ما تكون إدارة المية هي أساس الدولة؟ تقريباً كده، سماها محكمة المياه، كأن دي نواة الدولة المصرية القديمة والحديثة كمان. وده اللي خلى الإدارة في مصر شديدة المركزية، والعاصمة دايماً هي المهيمنة، اللي هو وصفها أحياناً بعنق الزجاجة. طيب والمركزية الشديدة دي هل ليها جوانب سلبية في رأي حمدان؟ أكيد، هو للأسف ربط بينها وبين ظاهرة تانية، إيه اللي هي؟ الاستبداد أو الطغيان. هو شاف إن المركزية القوية دي مع إنها ضرورية لإدارة النيل، إلا إنها كانت أرض خصبة للاستبداد في فترات كتير من تاريخ مصر. يعني كأنها حاجة ملازمة للمركزية دي. هو استخدم تعبير لازمة أو لايت موتيف لوصف الطغيان ده، يعني كأنه نمط بيتكرر كتير للأسف في التاريخ المصري. فاهمة. طيب نروح لنقطة تانية مهمة، وهي الموقع الجغرافي نفسه. مصر دي وادي شبه معزول بالصحراء، بس في نفس الوقت هي في قلب العالم القديم. بالظبط، وهنا بقى حمدان بيفرق بين حاجتين مهمين قوي: الموضع والموقع. إيه الفرق بينهم؟ الموضع هو البيئة الداخلية، اللي هو وادي النيل بظروفه الخاصة، الطبيعة الداخلية لمصر. أما الموقع فده مكان مصر بالنسبة للعالم الخارجي، علاقتها بالجيران والحضارات التانية. والتفاعل بينهم هو اللي شكل التاريخ. تماماً، تاريخ مصر عنده هو نتيجة التفاعل المستمر ده بين أثر الموضع الداخلي وأثر الموقع الخارجي. أوقات مصر تبقى قوية ومؤثرة وتتمدد، وأوقات تانية تنكمش وتخضع لتأثيرات خارجية. في تناسق دقيق بين الاتنين دول. نقطة عميقة فعلا. وبالنسبة للهوية المصرية والسها، حمدان كان بيشوفها إزاي في ظل كل العوامل دي؟ هو بيشوفها هوية مركبة وغنية جدا، يعني فيها الجذور الفرعونية العميقة والبعد العربي الإسلامي الأساسي وامتدادها الإفريقي وتفاعلها المتوسطي. طبقات كتير فوق بعض. أيوة، طبقات كتير، لكن الأهم إنه بيرجع تاني يؤكد على فكرة الاستمرارية، إن رغم كل التدخلات دي في شخصية مصرية أساسية مستمرة ومحافظة على جوهرها. أبقى حبينا نلخص أهم أفكار حمدان اللي استعرضناها بسرعة النهاردة. ممكن نقول إن في علاقة عضوية، يعني زي الكائن الحي كده، بين جغرافيا مصر بموضعها وموقعها، وبين شخصيتها التاريخية اللي أهم ما يميزها هو الاستمرارية وقدرتها على الهضم والامتصاص. تلخيص دقيق جدا. هو ده جوهر رؤية حمدان في الكتاب ده. وده بيخلينا نفكر في سؤال أخير مستلهم من أفكاره.
الاستمرارية القوية دي للشخصية المصرية، هل هي دايماً مصدر قوة، ولا ممكن في عصرنا الحالي، عصر التغيرات السريعة، تكون أحياناً عائق أمام التطور المطلوب؟ وإزاي تفاعل الهويات المختلفة دي بيستمر في تشكيل حاضر مصر ومستقبلها؟ سؤال مهم جدا للتأمل فعلا. إزاي نوازن بين الحفاظ على الجوهر وبين المرونة والتغيير؟ دي قضية أساسية.